زكريا الوردي لازم يبين شخصيته في الملعب. يعني انت عارف اللعيب الاجنبي الشخصيه لازم تبان في الملعب، وبالتالي هو لغايه دلوقتي ما قدمش اوراق اعتماده ان هو صفقه كويسه. صح. وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول ان هو مننا كلام كتير. انا ايوه لا خالص والله. اوراق اعتماده دي ما بتاعتك. ايوه انت بتاع الاوراق كلها على فكره. ايوه صح؟ لا بص في ورقتك اوراق اعتماده. يعني فاهم قصدي؟ اوراق اعتماده دي يعني ما قدمش اوراق اعتماده دي ما فيش يعني الشهر العقاري ما فيش هزار. ما قدمش اوراق اعتماده لجمهور نادي الزمالك، وبالتالي ما اقدرش اقيم لغايه دلوقتي ولا اقدر اقيم اي صفقه لنادي الزمالك بنسبه 100%. كل الصفقات طبعا ابراهيم انضاي يعني اثبت جزء، عمرو السيسي اثبت جزء، مصطفى شلبي شايفه صفقه هتكون منوره بعد فتره لانه باين شخصيته. السيسي عمرو السيسي، سامسون اكينولا يعني من 5 دقائق 10 دقائق شفته فيها جاب جون يعني. لا في لسه نبيل دونجا جاي، الزناري لسه شويه وقت عليه عشان يخش كاساسي. محتاجه وقت ان شاء الله الصفقات دي باذن الله استندت نفسه على البقاء في الدوري الممتاز. طموحكم يبقى المنطقه الدافئه. سمعني صياحك بقى. كولر هيتعامل ازاي مع فتره التوقف؟ هيعمل فتره على مرحلتين تبتدي بكره وتستمر لحد يوم الثلاث، هيلعب فيها هياخد فيها الاهلي مرانه، وبعد بكره ان شاء الله باذن الله الساعه 10 الصبح، ثم مباراه وديه يوم الاثنين، وبعدين مران اخير في 10 من صباح الثلاثاء، وبعدين يعمل مران استشفائي. في رسائل لكريم فؤاد، في رسائل بعد التألق قالها الكابتن سيد عبد الحفيظ لكريم فؤاد، سواء بعد التألق او حتى كمان عدم وجوده في المنتخب. كابتن سيد حذر اللاعب من الحديث عن موضوع الاستبعاد من حد من المقربين ولو بشكل ودي علشان ما يأثرش على علاقته بالمنتخب. يعني حافظ على علاقتك مع المنتخب، الناس انت تحت الميكروسكوب بتاعهم، انت دلوقتي متألق وماشي. ودي رسالة على فكرة مهمة جدا، لانه احيانا اللعيب يسخن والناس تقول له لا بص خد بالك ده انت كنت جامد ولا ما انت ماشي كويس، ويطلع يخبط لك واحدة من نوعية هو انا في الباسبور مش موجوده الجنسيه ولا انا مش عارف ايه يا جماعه مش عارف كده، ولا انا مش موجود يا جماعه، الحاجات اللي شبه كده ديت. فاسخن تقوم منزل حاجه على السوشيال ميديا تضرب يعني مفك في العلاقه، يبقى عندك مشكله طول الوقت مع الناس وانت لعيب كويس. فحل الرساله دي مهمه جدا جدا عشان تثبت اقدام اللعيب وتثبت ذهنه وتخلي عنده ثقه بنفسه. كريم من اللعيبه الرصينه، يعني اتخيل ان هو مش هيقع في الغلطه ديت. كل حد في النادي الاهلي عارف كويس قوي المفروض يعمل ايه ويقول ايه وما يقولش ايه، وده الاحترافيه. احنا الاهلي احنا ولا نسيته؟